تصدقي القرايه دي في وقتها. مالك بصاني فيها ليه؟ جيبي لي الكوبايه. لا يا حبيبي، انا كنت محضرها لك انت. انت مستنيه حد؟ انا لا. طب شوفي مين على الباب. احنا جابك هنا يالا. سيادتك يا عم بطاني يالا. فوق سيبني ايه؟ اوعى اوعى اوعى. عملت فيا. يلا يلا العربية صح يلا. ما تقلقش ما تقلقش يا ابني، فؤاد بيحبك. بيحبني يقول لي روح سلم نفسك. امال لو بيكرهني كان قال ايه؟ ها؟ ده رأيه كقانوني، بس هو من جوه بيحبك. الله، هو سايبك تقعد في بيته ليه؟ ها؟ ايه تفسيرك لده؟ بقول لك يا ماما، سيبك انت من الكلام ده. انا لازم اسافر، ما ينفعش اقعد في البلد دي. اسمعيني، انا لازم اروح لندن لبابا. سافر وتسيب ماما؟ بعدين انت ممكن تسافر. الله. ايوه ما تقلقيش، انا هسلك، بس الموضوع كله في الفلوس. كان حكايه فلوس انا هساعدك. تتكلمي بجد يا حبيبتي يا ماما؟ ربنا يخليك ليا. طيب انا محتاج $100,000 بس. ايه؟ ليه كل ده؟ ايه يا ماما في ايه؟ انت محسنه انك متجوزه واحد فقير يعني؟ ده على قلبه قد كده. وبعدين انت ما رضيتيش ان انا اروح اتغرب في بلد غريبه وابدا حياتي وانا ما معيش فلوس. ماما ارجوك اقفي جنبي وساعديني. لؤي بقول لك ايه، انا هساعدك باللي اقدر عليه وبس. طبعا يا مدام، ودي حاجه تتنسي. انت عارفه اغنيتك انا كده مش هتغير واللي مش عاجبه يطق، انا بنام عليها كل يوم. انا جايبه لك جوزي الجديد للاسف، ادمن بودره هو كمان. انت بتغيرهم كل اسبوعين ولا ايه يا مدام؟ بقول لك ايه يا دكتور، قصر وخلص اجراءاتك، وانا جبت لك نفس المبلغ اللي طلبته المره اللي فاتت. لا بقول لك ايه يا مدام، اسمحي لي اطول في النقطه دي. الحقيقه الاسعار بعد الثوره زادت الدبل، مفيش حاجه بتخش جيبي زي ما انت هرشه. الحكايه كلها ان احنا بنجمع شويه فلوس لمركز ابحاث المستشفى قبل ما المرحله الانتقاليه تخلص. يا سلام، بس ده اسمه ابتزاز. ابتزاز كلمه جميله رائعه، بسمعها كتير اليومين دول، بس الحقيقه انا بحب اشوفها. لو مش عاجبك هنجيب الاعشاب، في وصفه عند عرعر ممتازه انا شخصيا بستخدمها. عند عرعر؟ خلاص هكتب لك شيك بالمبلغ. شيك اصرفه منين اليومين دول يا مدام؟ معيش فلوس تقضي. خلاص هبعت لك حد بالمبلغ. اوعى اوعى. ايه ده؟ انا هنا؟ جبتيني هنا يا ياسمين؟ هدمرك. اوعى اوعى يا ياسمين. عندك يا زبالة. مرحبا بك في عالم سمسم والساحرة المستديرة، حيث ينساك كل البشر. الريحة دي إنها رائحتي وأنا فريح بها. ستعيش في خندق كالحنتريش المحلق في قفص من قصب السكر.
بقيت زبون. ياسمينة جابتك هنا زي بقيت زبون. وهنعيش انا وانت طول حياتنا مع بعض في الاوضه دي. بس ما تقلقش، مصيرها تجيب لنا زباين تاني مغفلين زي حالاتنا، ونبقى مجموعه مغفلين مع بعض ونقعد نغني يا حلوه يا بلحه يا مغفله. يا ولد الكلب عايز اخرج، عايز اخرج يا ولد الكلب، يا ولد الكلب افتحوني 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 يا ولد الكلب افتحوني. صرخ وعيط زي ما انت عايز براحتك، انا اول ما جيت برضه قعدت اصرخ وعيط لحد ما وصلت بس حلو حوار اللجنه الشعبيه ده يا معلم، خلينا اتعرفنا على بعضينا. والله يا معلم عندك حق يا شعلان، اهم حاجه عايزين نفتح عينينا، البلد كلها حراميه وقلق واحنا رجاله المنطقه. افتح لي بقى السكه، افتح يا ابني السكه يا ابني. اقف يلا اقف. لؤي انت حرام يا لؤي، انت بتسرق. انا انت فاهم غلط يا شعلان. دي الحاجات دي انا كنت جايبها من عند واحد صاحبي عشان نبيعها. انت عارف الظروف دي ماشيه ازاي، انت عارف اليومين دول مش هنفضها مع الكل. صدقني يا ابني انا مش حرامي، صدقني. يبقى انت اللي سرقت فيلتنا. فيلتي يا ابني انت مجنون، وسرقت فيلتكم بعد ما بعتوها، وكمان سرقت اللوحه من المتحف. بص قد ايه كمان ده بسعره، وكمان دي حاجات انا كنت نازل ابيعها، دي حاجات بتاعتنا. لا انت حرامي، انت حرامي. صدقني يا شعلان انا مش حرامي، انا صاحبك يا جدع. انت عبيط ولا ايه؟ ما تصدقش الكلام دوت. اوعى تسلمني، ابوس ايدك عشان خاطري. عديك، مشيني مشيني، خربني. يلا يا شعلان خربني يا شعلان. لا يا حبيبي بس يا كابتن هقول لك حاجه. لا يا حبيبي طب استنى هقول لك حاجه، بس سيب ايدك، سيب ايدك بس افهمك حاجه. سيب ايدك يلا، اقف يلا. ما تسمعش كلامه يا شعلان، انا عمري ما ههربك عشان انا عمري ما كان ليا صاحب حرامي. هتسجل يا شعلان. يا شعلان امشي قدامي، امشي قدامي بقول لك. هتحبس يلا، تتحبس ولا تدخل في 60 داهيه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ده لجنه شعبيه في مدينه الشيخ زايد، ومعانا واحد حرامي لقيناه بينط من فوق سور اصحابها مش موجودين فيها، وكمان متهم بسرقات تانية كتيره لو بيدوروا عليه. لا والله يا باشا، والله يا باشا الكلام ده مش حقيقي. الحاجات دي على فكره بتاعتنا احنا، يعني انا اصلا واخدها من البيت عندنا، وانا كنت نازل علشان خاطر ابيعها، وده صاحبي بس مش عارف، مش فاهمني ليه. ده كداب يا باشا، انا ماسكه بايدي انا والشباب اللي معايا دي، كانوا بينطوا من فوق سور الفيلا. بقول لك انت واحد بس يفضل معايا يقول لي على اللي حصل.